أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. خلونا نتوقع التشكيلة اللي راح تلعب مباراة الفلبين اليوم إن شاء الله الساعة 10. القنوات الناقلة هي القناة الرابعة حصرا، يعني على المنصة تقدر تشوفها من النت، أو إذا عندك اشتراك القناة الرابعة. التشكيلة راح تكون جلال حسن في حراسة المرمى، سعد ناطق وريبين سلاقة قلبي دفاع، حسين علي مدافع يمين، وضرغام اسماعيل راح يكون جاهز، لأن مرخاز دوسكي حسب آخر خبر إنه يشكو من إصابة يحتاج راحة، فما راح يلعب، راح يلعب ضرغام اسماعيل على اليسار. أمير العماري حيكون لاعب خط وسط. يعني الطريقة المتوقعة أن يكون يوسف أمين وزيدان إقبال حينزلون للاستحواذ على الكرة، لأن الفلبين راح يلعب طريقة دفاعية. هذا اللي متوقعيه، وهذا المفروض انه انت تلعب بطريقة هجومية حتى تاخذ المباراة من الشوط الاول، وتنطي فرصة للاعبين تجربهم بالشوط الثاني. ابراهيم باش حيكون على اليمين، علي جاسم على اليسار، والمهاجم ايمن حسين الاجهز فنيا وتكتيكيا. هذه التشكيلة المتوقعة. بالشوط الثاني حتكون التبديلات أغلبها يعني تجريب لاعبين اللي صار لهم فترة من المنتخب، واللي جاي لأول مرة راح يلعب المنتخب، مثل لؤي العاني، أحمد ياسين صار له فترة مو بالمنتخب، صفاء هادي، وحسن قوقية، وعبد الرزاق قاسم. يعني